يا مرحبا ترحيب غالي بغالي، الله يحييكم على العز والطيب. الليلة من أحلى الليالي، قحطان ضيفان وجينا معزين. حياكم الله يا كرام السبالي، يا مرحبا ترحيب يا كفاية ترحيب. عداد ما لاحت فروق الخيالي، إلا عدد ما تطلع الشمس وتغيب. انتم يا المضيم بأول وتالي، ساس العرب معروف من دون تعريب. ساس العرب معروف من دون تعريب. الله يبقيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. كيف حالكم؟ عساكم طيبين. أولا نحمد الله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جاءتنا دعوة من قبائل جهينة، على رأس هذه الدعوة الشيخ طلال بن وصر بن غنيم شاهد وربعه حزامه، وحنا قبائل قحطان عليكم زود. جيناكم الليلة تعبيرا عن حب وتقدير وعلوم غامة بين قبائل قحطان وبين قبائل جهينة. وعليكم زود. هؤلاء الذين أمامكم هم أعيان قبيلة قحطان في المنطقة الغربية. أتوا كلهم حب ووفاء وتقدير لكم، وأنتم لكم من سابق الزمن وحاضر الزمن تاريخ في بلاد من ذهب. والقبائل القحطان عندما تأتيكم
إنما هي تأتي للعز والشرف وتعبيرا عما يكون بيننا وبينكم وما بيننا وبينكم من طيب ومن علوم غالبة. فنحن أتينا محبة وتقديرا لكم هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عسى الله يحييكم يا قحطان، عسى الله يحييكم، عسى الله يحييكم. قبائل جهينة اليوم مسترة ومبسوطة لحضوركم، وعسى الله يحييكم. واقلطوا حياكم الله، واقلطوا حياكم الله، حياكم الله. الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا بكم باسمي شخصيا وباسم قبائل جهينة الحاضرين منهم والغائبين. يا مرحبا بكم يا قبيلة قحطان العريقة التي لها من المجد سناء ومن الطيب مروءات، ولو كتبت عن هذه القبيلة مجلدات لما أوفتها حقها. مرحبا بكم يا قبائل قحطان، مشايخ وأفراد وأعيان وأدباء وشعراء ومثقفين. مرحبا بكم ضيوفنا الكرام من القبائل الأخرى الذين نسعد أن يشاركونا فرحتنا بقدوم وضيافة قبيلة قحطان لقبيلة جهينة. فمرحبا بكم جميعا. بداية البدء أحب أن أنوه أن العلاقة قديمة بين قبيلة قحطان وقبيلة جهينة، فهي مستمرة حتى تقوم الساعة. فلقد وجهت لنا قبيلة قحطان دعوة لقبيلة جهينة وقبيلة حرب وأكرمونا، وكان السبب في هذا اللقاء المبارك الشيخ سعيد، الشيخ حسين بن سعيد بن سيار الفهر السالم من عبيدة قحطان، وحزامه وعقيده، وابن عمه مفرح ابن علي الهمداني ابو المهادي، وكفوا عن قبيلة قحطان قاطبة واوفوا واكرمونا واكرموا ضيفاننا اللي معنا من قبيلة حرب. ولا يستغرب الطيب من قبيلة قحطان العريقة. فنحن اليوم إخوة متحابين متكاتفين متعاونين متآلفين، فنحمد الله جل في علاه على نعمة الأمن والأمان. فلقد كانت القبائل قبل أن يوحدها مؤسس هذه البلاد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن سعود طيب الله ثراه، لقد كانت في حالة من الفوضى يسودها الفقر والجوع والسلب والنهب بين القبائل. وأما اليوم فنحمد الله على نعمة الأمن والأمان، فها هي القبائل التي كانت متناحرة متنازعة بالأمس اليوم إخوان وأحباب وأصدقاء. فنسأل المولى أن يديم علينا هذه المحبة والألفة بين أبناء هذا الوطن الواحد الذي يجمعه دين واحد ولسان واحد وعقيدة واحدة. فنحمد الله على نعمة الأمن والأمان، ونسأل المولى أن يديم على خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز دوام الصحة والعافية، وأن يوفق عبيده وأخيه ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز أطال الله في عمره لما فيه خير هذه البلاد والوطن والمواطن. فنسأل الله جل في علاه أن يحفظ هذا الأمن والأمان على وطننا المعطاء. وحياكم الله جميعا قبيلة قحطان
والقبائل الأخرى الحاضرة على شرف قبيلة قحطان، فحياكم الله وشكرا لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قالوا تقول وقلت لي والله أقول، قالوا تقول وقلت لي والله أقول، والموقف أكبر من كلام بقوله. أنا أمام اسماع وانظار وعقول، والرجل ما ينظر عرضه وطوله. يا رب تجعلني مع الناس مقبول، ومن لا قبلها الله صعب قبوله. واليوم أنا أسرجت لي عدة خيول، وميدانها حفل تجارة عقوله. يا حبيب عن قحطان وقفت وأقول يا الله عسى خير تجيب البطولة. بعد إنني أقف في هذه المنصة خادما لقبيلة قحطان حاضرها وغائبها، فإن في قحطان من هو أولى بهذا المكان، ولكن قدموني فأسأل الله أن يجملني. صلوا على النبي. نحن في ضيافة قبيلة من أعرق قبائل المملكة، إنها قبيلة جهينة، التي وإن بدأنا نمدح فيها أو نثني عليها فإننا نبتدئ برب العالمين الذي على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم امتدح قبيلة الجهينة عندما قال: وأنتم تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال صلى الله عليه وسلم عن جهينة: لا يهزم الجمع وفيه نفر من جهينة. وفي اللغة العربية النفر قد يكون واحدا أو 3 إلى 9 أشخاص، فلما يكون جمع لا يهزم وفيه نفر من جهينة فإن هذا دلالة على شجاعة وسطوة جهينة. هذا أولا. ثانيا، قبيلة الجهينة تسمى بهذا الاسم نسبة لأبيهم الأكبر وهو جهينة ابن زيد ابن ليث ابن سب ابن الحافي ابن قضاعة. فقضاعة قبيلة عربية المنسب، وجهينة إحدى أبناء الحافي ابن قضاعة. فهذه القبيلة مترابطة الأنساب والأحساب، متسلسلة في نسبها وحسبها، فهي قبيلة عربية خالصة العروبة. هذا أولا. ثانيا، عندما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم بنور الإسلام وذاع صيت رسالته في الجزيرة العربية وخصوصا في مكة، وفدت قبائل جهينة تبايع محمد صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وقد قدموا رقابهم وصدقوا في عهدهم وولائهم. وعندما أتى أمر الله بانتقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، كان من ضمن من استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وناصره وأيده قبائل جهينة، فأتته وفود تبايعه على السمع والطاعة. وعندما
قويت شوكة الإسلام، وأمر الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم أن ينطلق من المدينة فاتحا لمكة المكرمة. كان من ضمن الألوية التي فتحت مكة 4 ألوية لقبيلة جهينة تعدادها 3000 صحابي مجاهد. الله أكبر، وصلى الله على محمد. فتحت مكة، وكان من جند الرسول صلى الله عليه وسلم آباء وأجداد هؤلاء الرجال. يمتد تاريخ جهينة ويكتب بجلدات من ذهب. وعندما قامت الدولة السعودية على يد مؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه، كان عوده الشيخ سعد بن غليم وخسيدة وقبائل جهينة. وكان خسيدة له كلمة وله راي. نعم صدقوا إن هذا الرجل بحد ذاته تاريخ شامل، فإنه نادرة من نوادر العرب في الوقت والعصر الحديث. وقد ترك بصمة لا زالت كل عام توثق من ولاة أمرنا حفظهم الله. والقصة معروفة أن الشيخ سعد بن غليم انتخت فيه إحدى السكارى إن ابني مفشول لدى الملك عبد العزيز رحمه الله. وعندما كان منصرفا من الملك ثم عاد كأن حاجب الملك أراد أن لا يغلق على الملك بالزيارة ثاني مرة، ولكن خسيدة أصر على الدخول على الملك. وقد عاتب الملك الحاجب واستقبل ابن غليم لمكانته، ثم قال ما عندك يا خسيدة؟ قال يقول اسم السجين. فمن شدة ما حصل من الموقف أضاع اسم السجين كما ورد في روايته وفي قصته المشهورة. ولكن الجمال والحصن ما كبرش. قال يا طويل العمر أنا طالب السنة اللي عندك كلهم. قال كلهم؟ قال كلهم. قال إنهم يطمعون في أبوه. قال من شافك على الكرسي وعرف علمك ما عاد جارك فكهم وخلها عادة لك وفي ميزان حسناتك ووالديك وسنة الحسنة. فأمر الملك عبد العزيز بإطلاق جميع السجناء تكريما لشيخ جهينة الشيخ سعد بن غليم طيب الله ثراه. إن هذا هو الكرم، إن هذه والمواقف النبيلة. إنني وأنا أتكلم عن جهينة يبدو أنني لو تكلمت لأصبح الصباح وأنا أتكلم عن قبيلة جهينة. سأمر مرورا لأنني قد أتيت بخيول، فيبدو أن خيلا أو خيلين قد ذهبت وباقي بعض الخيول. صلوا على النبي اللهم صل عليه. نأتي إلى علم بارز في الآونة الأخيرة وله اليد الطولى في البر والعطاء وجمع ربعه ورفعة شأنهم وحضورهم المميز من بين القبائل. إنه الشيخ طلال بن نصر بن غنيم أبو نواف. هذا الرجل الذي تعرفت عليه منذ 6 سنوات والله. وفي هذا المقام لا أحلف فكرا ولا أنا بمضطر أن أحلف فكرا أنني منذ عرفت هذا الرجل إلا يوما كل يوم وهو يكذب وهو يقول وهو يحاول بكل ما يخص قبيلته
سواء من مرضى أو مراجعين أو تعيين أو واسطات أو شفاعات أو كرامات، فنحن نقول له بيض الله وجهك يا أبو نواف. لأنه يعكس صورة الرجل الذي يمثل قبيلته ويحاول أن يبذل لها الغالي والنفيس، كما أن في القبائل مثل أبو نواف. صلوا على النبي. نأتي على رموز من قبيلة جهينة تعرفت عليه. لقد تعرفت على الشيخ سليمان بن عابد الفائدي أبو بندر، والذي عندما تعرفت عليه وجدت عنده الرحابة في الصدر، وعنده الجزالة، وعنده البساطة التي تجعلك تحس أنك تعرفه وتمن عليه. تعرض إلى وحدة صحية فعبرت عما صار بأبيات أقول فيها: الحمد لله يوم شاف سليمان الفائدي راعى العلوم الجميلة اللي يجمل ويتجمل والأشان عند الرجال وعند كل القبيلة، زي جوم ربعه في المواقف الريهان اللي ارتكى الحمول الثقيلة، والفائدي قمه والروس جهنان، روس الرجال أهل الوفا والنفيلة، تاريخهم يشهد على مر الأزمان وفعولهم ما هي عليهم دخيلة. الحمد لله يوم شاف سليمان الفائدي راعى العلوم الجميلة اللي يجمل ويتجمل والأشان عند الرجال أهل الوفا والنفيلة، اللي يجمل ويتجمل والأشان عند الرجال أهل الوفا والنفيلة، ويمد مدات النزيلات عثمان يجعل كفتاها اليدين البخيلة، يفرح لياقاله على الباب ضيفان، ما ينحصر مقصور بينه وهيله، والفائدي مما هم الروس جهنان روس الرجال أهل الوفا والنفيلة، تاريخهم يشهد على مر الأزمان وفعولهم ما هي عليهم دخيلة. قلتها وأنا والله من روس تحت، ما قلتها من شان ولا علشان توسل وسيلة، لا والله إلا قول سجلوا وبرهان وعقب صبي فلول وعقب صبي هروجة هزيلة. صلوا على النبي. الشخصية الأخرى شخصية العلاقة، كرم وسجية بالكرم والفعول الطيبة والعلوم الغانمة. إنه الشيخ مبطي ابن الطير الفائدي أبو خالد، هذا الرجل الذي فتح لي قلبه وشاركني همي وعاضدني ووقف معي وقفة تبين وجهه، وأنا لا أمدح رجلا إلا بفعله. مبطي ولا دور مع الناس، مبطي ولا دور مع الناس، مبطي. ويوم لقيته قلت يا حي عينه، كريم كالجوبة وكمحات مطي، ويفرج على العالم من مد السمينة، ويعطي ولكن كان ما هو بيعطي، يسراه ما تدري مدة يمينه، ولا هي غريبة منه، والطين مبطي من عصر جدانه وماضي سنينه، جده كريم قبل دوله ونفطي، وابوه خالط الوفا ضامنينه، وقبيلته قمة جبل ما تهطي، روس الرجال اللي يسمى جهينة، وقبيلته قمة جبل ما تهطي، روس الرجال اللي يسمى جهينة، يستاهل يمدح الفصحى ونقي
مطي واللي مثل مطي يشرف جهينة. صلوا على النبي. المقام يتوجب علي أن أقول في جهينة، ولو طال المقام فإنني من مشاعر أكتنزها لجهينة ويكتنزونها قبائل القحطان الذين أتوكم، وحق علينا أن نبين الطيب وهذا الطيب. شخصية أخرى إنه أحد عراف قبيلة جهينة، إنه الشيخ سعيد محمد بن سعيد الصريصي أبو نادر. المجلس اللي يجي فيه أبو نادر تحس ان المجلس ده له قيمه وله هيبه، يعطيك السالفه ويعطيك اثرها ومنيات وينسب ويعرف علوم الرجال واسلوبها، وله علاقات منتشره في جميع المملكه، ما لقيت احد الا يعرف ابو ناظر بيض الله وجهه. وهذا الحقيقه اني من عرفته اني كل ما قابلتها تزود منها المعلومه والعلم الطيب. أيها الأخوة، قبيلة جهينة تزخر بالرجال وبالعراف وبالفرسان وبالمتريسين والمتسلمين في المراكز والمناصب في الدولة، وقد بلغوا في العلم وبلغوا في الثقافة وفي الشعر وفي الكرم. فماذا عساي أن أقول لهم: يا جهينة، يا هل الطيب بيضان الوجيه، يا قبيلة في المواجد لكم وجه وجاه، والله مدحتكم ضام له وارتويه، وسط النخلة وانطلقله على كل اتجاه. والله ان المدح لا جاء على الدرب الوجيه، يتشرف من يقوله ويفخر من نصاه. مدحناكم بعدنا لقينا اللي نبيه، لقينا الطيب والطيب ما يلحق مداه. ختام كلمتي، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن كما جمعنا في هذا المقام بأجسادنا أن يولف بين قلوبنا وأن يهدينا سواء السبيل. ونقول من هذا المكان إننا وجهينة وكافة القبائل الحاضرين الذين لهم القدر ولهم التقدير ولهم الباء الطويل كما لجهينة والقحطان، نقول إننا نصرة للدين ثم المليك ثم الوطن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زكى على جعله يدوم وصار اتصال وعلم بيني وبين، وحنا عرض والناس بعيد واسلوب. الرجل يبدا بالعلوم التميم، من قبل ناخذ علم ونقدم علوم. سلام يا يطيبهم السسين، من قبل ناخذ علم ونقدم علوم. سلام يلي يطيبهم السسين، قوم لهم قسم من الطيب مقسوم للوسوس ومورثين. أمجادهم تاريخ قوم من وراء قوم، هاجن عليه ثبوت ومورثين. قبيلة اللي يقدم لهم كل زيزوم أقلهم اسم الكرم فيهين. البدو اللي ساكنين المدينة في مدحهم ما هو بلاحق من اللوم، قول على قول العرب محكمين. والمجلة ما جابها حبة خشوم، واللي بها يتعب الله يعين. المجلة ما جابها حبة خشوم، واللي بها يتعب الله يعين. ما يشتريها غير من يفرض السوق، ومن لا تسمنها حياته غدير.
واللي مع أهل المرجلة بدر وعزوم على خسائرها جنوبه متينة لما أطلع البخل ما قيل مرحوم ولا الكريم والله المهل سنين. لما أطلع البخل ما قيل مرحوم ولا الكريم الله يمهل سنينه شروات تبلغ دفرين نادر ومعدوم شيخ الخطام المرجلة في يدين يبرك الشيء الحمل يجد الله ويقول وقال الليالي ما يبيح كريم يبرك الشيء الحمل يجد ويقول وقال الليالي ما يبيح كريم لما نصاها لي من الوقت مهموم قال له همومه وقت شكها السكين قال له همومه وقت شكها السكين من وقته تشهدها الفرس والروم ويا من تربن غنيه وين انت وين في المرجله والطيب ما هو مخدوم ولا تشغله دنيا عن الدين وكفوا في مدحه مكلف ومنزوب والناس ما لي فيه شينه والناس ما لي فيه زينه وشينه لو الذي يفرض على المسلم الصوت ممدح هدي الكثر ماله ايهينه لو السماء فيها مجراته والنجوم والبحر تمشي فوق ماها السفينه وجنا سماء فيها مصابيح ونجوم والارض فيها خضر الاشجار زينه واللي خلقها فرق الحر والبوق وهو المزايا الحر لا شفت عين اللي خلقها فرق الحر والبوق وهو المزايا الحر لا شفت عين الحر ما يندم والبوق مذموم هذا كلام الصدق يا سامعين وعند القبائل رمز للطيب وبسوق مثل الحطان ومثلكم يا جهينه مثل الحطان ومثلكم يا جهينه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واعوذ بالله ان اقول زورا او اغشى فجورا. ايها الاحبه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واسال الله جل وعلا كما جمعنا في هذا المكان المبارك ان يجمعنا في رضاه وفي مستقر رحمته يوم نلقاه. الحقيقه وعكه اصابتني هذا المساء اسال الله لنا ولكم الشفاء. وكلفت بهذه الكلمه والألسن تنطلق بمدح يستحق المدح. نحن أمة واحدة أكرمنا الله بهذا الدين فلنتأمل في هذه الآيات. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أيها الأحبة نحن أمة واحدة أساسنا واحد والجد واحد. الكل من هذه القبائل وهذه الوجوه ينتسب إلى قحطان. وقحطان أساس العرب لو ننشد التاريخ قال إن القبائل نصها قحطان
مرضى وهمني بحلة اللقاء على الشعر ما يوفونها في ليلة من طيبها مثل مرضى وهمني في حلة اللقاء على الشعر ما يوفونها أهل اليقين وعلم بين ما يجي بعد الجميل جاينا وكلمة تحتوي مضمونها جاينا وكلمة تحتوي مضمونها تاريخها من عهد سيدنا وهدينا البشير محمد اللي قالهم دوني ولا من دونها تاريخها من عهد سيدنا وهدينا البشير محمد اللي قالهم دوني ولا من دونها في معركة بدر كبيرة فعلها باقي كبير مع عز سهل الفتن والشرك قومتونها في معركة بدر كبيرة فعلهم باقي كبير مع عز سهل الفتن والشرك قومتونا وبحنين كم فارس نعم منهم تقدم المسير ملاح مسافة بشر أخلافهم يرونها وبحنين كم فارس منهم تقدم المسير ملاح مسافة البشر لأخلافهم يرونها جاينا على التاريخ والمجد المثير مجد يشرف في الجزيرة كل ما يدرونها بقالة ابن غنيم بيدوا من زعامة والأمير أمارة الفصحى بعض العرب يصلونها بقالة ابن غنيم بيدوا من زعامة والأمير أمارة الفصحى على بعض العرب يصلونها واللي على يمناه العلوم المراجل والسفير حشى المراجل لين ثبتها وهو مامونها الفايدين يمطي ومداتنا منها الفقير والله اللي يطمن من مثله يلقى يصونها واللي على يمناه العلوم المراجل والسفير حشى المراجل لين ثبتها وهو مامونها الفايدين يمطي ومداتنا منها الفقير والله اللي يطمن من مثله رجال الصونها قلته وانا من لابة ما تختشي من نذير تمام بهالديرة ولو ان الخطر بركونها من حرب يوم الحرب والاكوان شر من شرير حرب الدوس ما العدالة ولا تغيونها قلت وانا من لابة ما تختشي من نذير تمام بهالديرة ولو ان الخطر بركونها من حرب يوم الحرب والاكوان شر من الستير حرب الدوس ما العدالة ولا غيونها وباقي القبائل كلها فيها من الخير الكثير خير من الرداء حدود الله بغوا يردونها. مرحبا بك حاطن شجرة عزها الله ولا فيها ذبون ارحبوا ثم ارحبوا مرحبا بك حاطن يا رياجين على العز لقالت تطول يا قاحطين لكم بالطيب أنتم أهل الطب والعز فيكم له أصول يا مخضبت السيوف يا مطوعت الحصان يا عاطبين المضارب يا معقلت الزمول ارحبوا ثم ارحبوا مرحبا بك حاطن شجرة عزها الله ولا فيها ذبول ارحبوا ثم ارحبوا مرحبا بك حاطن الكرم والجود في دينكم مبطي زمان ماسكين الطب كله دايم في كل حول ضيفكم والجار ودخيلكم لا ما يهان يا مطارخ على المرجله دايم تجول ارحبوا ثم ارحبوا مرحبا بك حاطن شجرة عزها الله ولا فيها ذبول ارحبوا ثم ارحبوا مرحبا بك حاطن يا رياجين على العز لقالت تطول يا هال الميقاف الاول بالسيوف وبالعنان خصمكم يا ويلي ويله لاعتليتوا بالخيول ارحبوا والبنفاح واختلط بالزعفران واختلطها له معه والعويدي به يجول ارحبوا ثم ارحبوا مرحبا بك حاطن شجرة عزها الله ولا فيها ذبول ارحبوا ثم ارحبوا مرحبا بك حاطن يا رياجين على العز لقالت تطول ارحبوا والعود الازرق
أجمل كل المكان، فاحي بوجه الرجال المطنخ والزحول. يوفانا ذا الليل روش لا تهون ولا تهان، ربعي يجهينا معازيبي واليمنى تطول. مرحبا ثم مرحبا مرحبا بك حاطان، شجرة عزها الله ولا فيها ذبول. مرحبا ثم مرحبا مرحبا بك حاطان، يا رياجين على العز لا قالت تطول. ربعي يجهينا لهم بالطيب من زال وشان، الكرم والجود فينا على عهد الرسول. ومرحبا بكل الحضور من هنا لا مع عمان، ومن عمان نزيدها ليل يصلها سيول. مرحبا ثم مرحبا مرحبا بك حاطان، شجرة عزها الله ولا فيها ذبول. مرحبا ثم مرحبا مرحبا بك حاطان، يا رياجين على العز لا قالت تطول. باسمي شيخ يفعل الطيب بالطولات يبان، شيخ نتنوم مفعوله الارتكا شال الحمول. شيخ عزومه قويه ضاري ينفعل الحسان، لن عاقد حبل القضايا في يده تلقى الحلول. باسم ابو نواف ارحب بالجميع بذا المكان، مرحبا مليون واكثر قلتها وربعي تقول. مرحبا ثم مرحبا مرحبا بك حاطان، شجرة عزها الله ولا فيها ذبول. مرحبا ثم مرحبا مرحبا بك حاطان، يا رياجين على العز لا قالت تطول. يا رياجين على العز لا قالت تطول. يا رياجين على العز لا قالت تطول. يا مرحبا ترحيب غالي بغالي، الله يحييكم على العز والطيب. الليلة من أحلى الليالي، تحطان ضيفان وجينا معزي. حياكم الله يا كرام السبالي، يا مرحبا ترحيب يا كفاية ترحيب. عداد ما لاحت فروق الخيالي، إلا عدد ما تطلع الشمس وتغيب. انتم يا المضيم بوال وتالي، ساس العرب معروف من دون تعريب. ساس العرب معروف من دون تعريب. يحضاني والله والنعم بالرجالي، مثل الصقور معكفة المخالي. أقلهم يرسي سوة الجبال، وقت الملاقى معطبين المضاريب. تاريخهم معروف قبل الهلالي، وذياب بن غانم وجساس وكليب. انتم حضارة ثابت لا تزالي، ساس العرب من غير شك ولا ريب. ساس العرب من غير شك ولا ريب. هذه حقيقة والحقيقة تقالي، قول الحقيقة عزي وانكارها عيب. قحطان تعرف عندي وقت النزالي، من عادة قوم وغزو ومكاسيب. فرسانهم شجعان يوم القتالي، في ساعة بيد مال العراقيب. واليوم نشرب من قراح زلالي، صرنا خوان بفضل من يعلم الغيب. صرنا خوان بفضل من يعلم الغيب. والفضل بعد الله عزيز الجلالي، مطوي على صين بالغاصب والطيب. عبد العزيز اللي رجال المعالي، تصاحبوا من عدله الشاة والذيب. هذا وانا شاعر قضاي شمالي،
سقم الحريب مجملين الأصاحيب ربعي جين فوق قولاني قالي أمجاد أمة حصيب المكاتيب أمجاد أمة حصيب المكاتيب ربعي جين عزوتي راسي مالي مدحي لأمة فوق الكذيب نبينا المعصوم في كل حالي أثنى على جينا بحسن الأساليب واللي يبي يسأل يجيب السؤالي لحق يسألنا ولواجب نجيب سلمت يلي ترتكي للثقالي يا حرمي كرب على المراقيب يا حرمي كرب على المراقيب دروس الشايقات الطوالي يا شيب من ودي جري يا شيب ابن غنيم اللي ذا قالي قولوا فعل ما يسوالف وكذيب الشيخ ابو نواف رجلان مثالي هذه حقائق مثبتة من تجاريب شيخ اللي ضيفنا يبرك جمالي ويقدم المدار العكفة الأشانيب ويقدم المدار العكفة الأشانيب مضروب بين الرجالي يصير أبو نواف كله عذاريب لكن الكرم حلما بعيد المنالي ما يبلغ من لا يفك اللواليب مثل طلال يدوس خشم الريالي سفران حجاج فوق كثر التراحيب من غير نقص في جميع الرجال في كل دير قسمة من الطيب في كل دير قسمة من